إلى الرأي العام. في يوم أمس الموافق 22 كانون الثاني من العام الجاري 2023 خرج عدد من أهالي مدينة الرقة بمظاهرة شعبية بحجة قضية مقتل المعلمة المغدورة نور الأحمد وطفلتها ذات 8 أعوام، على الرغم من أن قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على مرتكبي الجريمة الأربعة في أقل من 24 ساعة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون. ولما كان حق التظاهر مصان وفق القوانين والتشريعات الداخلية والدولية، إلا أن هذا الحق يستوجب احترامه والتقيد به حتى لا يساء استخدامه من قبل الأجندات الخارجية الهادفة إلى التخريب وضرب الأمن والاستقرار القائم. ولكن الأشخاص الذين خرجوا بالمظاهرة كان هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، حيث تحولت تلك المظاهرة لأعمال شغب قام فيها المتظاهرون بالتهجم على أملاك الأهالي في الأسواق المدينة ومهاجمة مبنى المحكمة وحرق بعض مكاتبه وتخريب أثاثه، كما تسببوا بفرار 30 موقوفا كانوا بانتظار جلسات محاكمتهم. وعلى أثر أعمال الشغب والتخريب هذه أصيب 5 من أعضاء قوى الأمن الداخلي بجروح نتيجة تهجم المتظاهرين عليهم بالقنابل اليدوية باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة. ندين ونستنكر هذه الاعتداءات والأعمال التخريبية، ونؤكد بأننا مع مطالبات شعبنا المحقة ضمن القانون، كما نحذر شعبنا من الانجرار وراء التصريحات أو التحريضات التي تقوم بها الجهات المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية، محاولين بشتى الوسائل إفشال هذا المشروع الذي بني على دماء أبنائنا الشهداء. كما نتحمل مسؤولية حماية المنطقة والتي تقع حمايتها أيضا على عاتق كل فرد من أفراد المدينة، وسنقوم بكل ما يتوجب علينا عمله لمعاقبة كل من تسول له نفسه إلى تخريب الأملاك العامة ومحاسبة من قاموا بأعمال التخريب والفوضى يوم أمس. ونتقدم بأحر التعازي لذوي المغدورة نور الأحمد وطفلتها، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا.